السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في هذا الفيديو ان انا قبل ما اكلمكم عن عنوان الفيديو اكلمكم عن التعليم. ايه التعليم يقدر يعمله في وطن ضايع، ينقذه من الضياع. خلينا اتكلم عن الموضوع ده. ان انا شايف انه الناس ماسكين الاب والام وماسحين بكرامتهم الارض، والحقيقه يعني هم انا مش عايز اخوض في الموضوع ده فيما يخصهم، انما انا يعني في عجاله شايف ان هم يعني ناس ظلمه، بس المسك فيهم مش هيوصلنا لاي حاجه يا جماعه. الحادثه بتاعه الطفله دي وغيرها من الاطفال والحوادث بتوع عمال الانفار، هل دي اول مره نشوف النوعيه دي من الحوادث؟ الإجابة لا. هل هنشوفها تاني في المستقبل؟ الإجابة برضه، لأن أسباب هذه الحوادث لم تزال. القصة مش في إن الراجل والست دول، الراجل اللي هو قاعد بيقول أنا تعبان عشان كده بقالي 10 سنين ما بشتغلش من عمر البت، يعني حاجة قيسها بؤس السنين، لكن إن أنا أمسك في الأب والأم ده لن يحل المشكلة. يعني خدوا الأب والأم دول اعدموهم، ما اتحلتش المشكله، لان في اب وام تانيين بيشغلوا عيالهم برضه. امال المشكله دي تتحل امتى؟ لما امسك في اسباب المشكله. العيال دول حصل لهم اللي حصل لهم ده ليه؟ عشان كانوا راكبين العربيه، وهم ايه اللي وداهم يركبوا العربيه؟ عشان بيشتغلوا عمال انفار باليوميه. هو ايه اللي شغالهم عمال انفار باليوميه؟ مش في قانون اسمه قانون الطفل. احنا يا جماعه في وضع القوانين اساتذه يا باشا. حط لك احسن قانون في هذه الكره الارضيه، ثم ولا حاجه. يعني بقى خلاص، مش احنا عملنا القانون خلاص بقى ايه هنكفر؟ بقى عملنا القانون خلاص، نعمل اكتر من كده؟ يعني نقطع نفسينا؟ مش عملنا القانون خلاص، الموضوع انتهى خلاص. امتى بقى القانون ده بقى بيتطبق؟ لو في القانون ده تحصيل جانب ايرادات. لو القانون فيه جانب ايرادات بيتطبق هوا، في شخلله في القانون يطبق لك عادي. انما القانون بيدور على حقوق، لا بقى يعني معلش انا اسف، ما تاخذوناش بقى. احنا في حكايه الحقوق ديت مش قد كده. يعني لما نيجي نتكلم عن الحد الادنى للاجور مثلا، هل كل القطاع الخاص بيلتزم بالحد الادنى للاجور؟ جاوبوا انتوا بقى، جاوبوا انتوا اذا كان بيلتزم. طب يا جماعه ما تخلوهم يلتزموا، احنا بقى ما حاضر نخليهم يلتزموا حاضر. عيال صغيرين شغالين عمال باليوميه. فين دور الدوله؟ يعني فين صاحب الحمار ده؟ فين اللي سمح ان الاطفال دي ينزلوا يشتغلوا؟ فين اللي سمح ان العربيات دي تحمل بهذا الشكل وتمشي بهذه الطريقه؟ هي العربيات دي خطوط سيرها مجهوله، تمشي في اماكن يعني في ارشانهم فهم لا يبصرون، ما بتتشافش مثلا. لا، خطوط سيرها مش مجهوله، خطوط سيرها معلومه تتشاف، معروف بيبقوا رايحين فين وجايين منين، عادي خالص. هل العيال دول وهم شغالين في الاراضي دي محدش بيشوفهم خالص؟ لا بيتشاف. النهارده محافظ الاسماعيليه طلع قرار بمنع عماله الاطفال وعقوبه وغرامه ومش عارف ايه، كلام جميل قوي. هل ده هيحل المشكله؟ لا مش هيحل المشكله، لان الموضوع ده اكبر من انه المحافظ مشكورا بارك الله فيه. الموضوع ده اكبر من الموضوع ده تنظيمي، ده موضوع دولجي من الاخر كده. ده مش موضوع بتاع محافظ لوحده، ده دوله كامله بتتحرك في السكه دي. سكه ايه؟ ان انت راجل عندك ارض، لو قفشنا طفل في الارض هنصادر الارض، هنولع فيكوا في الارض وفي المحصول وهنخرب بيوتكم كلكم. ان احنا نشوف الراجل رب الاسره اللي منزل عياله يشتغلوا ده، منزل عياله يشتغلوا ليه؟ عايزين نفهم بقى. مفيش مبرر ان انت تنزل عيالك تشتغل. ما بياخدش معاش، طب ما بياخدش معاش ليه؟ سليم وبيستعبط ولا في مشكله في ورقه؟ ما احنا نفهم. انا ما ينفعش الوم المخالف ان هو مخالف، انا الوم اللي سابه يخالف، لان المخالف ده مش فرد، مش شخص واحد اللي بيخالف، ده المنظومه كلها بتخالف. يعني انا ما عنديش الاسره دي بس هي اللي اسره مخالفه لا يا باشا. المشكله مش في الافراد يا جماعه، المشكله في المنظومه. هو ده التعليم بقى، هو ده التعليم بقى. التعليم بيخلي الامور ما تبقاش بالشكل اللي احنا شايفينه ده، والقانون بيخلي الامور ما تبقاش بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تعليم الاب ده هيشتغل، هيلاقي شغلانه وهيصرف هو على اسرته. القانون ان هو لو بلطج القانون يقطع رقبته، زي ما بيعملوا بره كده. الحكومه تاخد منك العيال، مش العيال دول شغالين عندك يصرفوا عليك. عارفين ليه الحكومات بره بتاخد العيال من اهاليهم؟ لان العيال دول هم المجتمع. العيل اللي انت ممشيه في الشارع يشحت هو ده نواة المجتمع. انا لو سبتك تعمل في العيل اللي انت عايزه يطلع لي مجتمع من الشحاتين، من العواطليه، من الفشله، وانا مش عايز المجتمع بتاعي يبقى فاشل. فبره يلاقيك بتسيء للطفل ياخد منك الطفل على طول. استني ايه حضرتك من الحمار؟ هيبقى ايه بقى؟ احمد زويل مثلا؟ يعني انت مش عايزهم يتحاسبوا يا حبيبي؟ خدوا اضربوا بالنار، حطوا على صاروخ وابعتوا الفضاء. هتعمل ايه بقى في بقيه الاسر؟ هتحطهم كلهم على صواريخ ولا هتعمل ايه؟ طب الاسر اللي بتنشأ جديد من رحم هذه الاسره هتعمل فيها ايه؟ هتعمل ايه؟ هتبيدهم ولا هتعمل ايه؟